السلام عليكم أصدقائي، شلونكم اليوم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم طبقنا راح يكون الريزو، مثل ما تشوفون ريزو بطريقة كلش ناجحة وتضاهي المطاعم. بنفس الوقت راح نسوي البامية العراقية المدللة اللي ما يعلى عليها من أكلة. فتعالوا نبدأ بالوصفة ونقول بسم الله. بالبداية اعذروني على الصوت لأن كلش مريضة، صدقوني يعني شلون اقول لكم. كنت ما حابة انزل الفيديو بس قلت لا، بما انه صورت فليش اخلي الفيديو يضل وما ينزل للمتابعين. فقلت يلا قولي يا الله ونزل الفيديو. بس والله بنات، مثل ما تشوفون احتاجت كمية من اللحم، شوحته كلش زين بدون اي اضافات. احنا نسميه هذا اللحم او العظم، يعني اكو لحم بالعظم بس هذا لا، هذا يسمونه قرن. احنا بالموصل نسميه قرن، انتو شو تسموه؟ اكتبوا لي بالتعليقات. شوحته كلش زين مثل ما قلت لكم وصار اللون ذهبي بدون اي اضافات. ضفت عليه الماي المغلي لحد ما تغطى عندي اللحم وصار عندي بالوجه وغف، شلته كلش زين وغطيت عليه على نار متوسطة. بالأثناء عندي البامية المجمدة مع الطماطة، راح أذوبهم بماي مثل ما تشوفون. هنا عندي ذاب ثلج اللي بالبامية، بس الطماطة حسيت انه يحتاج له وقت فخليته على النار اخذ له غلوة مثل ما تشوفون وذاب عندي. راح اصفي ماي اللحم من بعد ما استوى كلش زين واضيف البامية. هاي الخطوة كلش اساسية، انه تخلون البامية تتشوح او تنقلي كلش زين لحد ما يطلع ريحتها. ضفت مثل ما تشوفون كم سناية ثوم وفليفلة واحدة صغيرة حادة، وضفت معاها الملح وبس، ما أضيف أي إضافات ثانية. وراح أضيف بعد ما قلت لكم إنه طلع ريحة البامية إنه انقلى معايا، راح أضيف ماي اللحم أرجعه عليه، وعصرت الطماطة وضفت معاها ومع معلقة معجون كبيرة. أنا هنا البامية ما سويته كلش تخين لأن زوجي هالفترة كلش حابب البامية الخفيفة، يعني تكون متوسطة مو كلش خفيفة. كنت دايما أسوي البامية يعني مثل المربى، كلش أحبها ثخينة. بس هو لا، ما أدري مرات يتغير مزاج البني آدم فعاد أسوي البامية إنه تكون بيها يعني الثخن متوسط مثل ما تشوفون. يعني تعرفون مرات نثرد فلازم يكون البامية عندنا القوام متوسط. هنا مثل ما تشوفون هذا القوام اكتفيت به. راح أطفي عليه النار. بهذا الأثناء راح أحضر تمن الريزو، راح أخلي شوية زيت بداخل دست وأضيف معاها بصل متوسط لحد ما يذوب أو يذبل عندي كلش زين البصل. راح أضيف نص معلقة من البهار اللحم، وضفت شوية بابريكا، وضفت شوية ملون غذائي، وهنا عندي تقريبا 5 قلاصات من التمن. وراح يعني شلون أقول لكم أقليهم شوية بالزيت، وبعدين أضيف الملح وأضيف الماي. الماي أكيد يكون مغلي معايا. كلكم أكيد تعرفون تطبقون تمن، يعني تطبيقة التمن ما يحتاج له شي. بس هنا ضفنا شوية إضافات بما إنه راح نسوي تمن الريزو. وراح أخلي 5 حبات من الهيل مثل ما تشوفون. من بعد ما نشف الماي عندي راح أغطي عليه القبض وأخليه على نار هادئة كلش لحد ما تستوي أو تتهدر معايا. بهذا الأثناء راح أحضر صدر الدجاج. راح أقطعه تقطيعة عشوائية يعني بدون ما أتقيد بشكل معين، بس المهم تكون القطع مو كلش ثخينة حتى من أجي أقليها تستوي عندي بسهولة أو بسرعة. راح أحتاج 3 معالق من الطحين، شوية بابريكا، شوية بهار لحم، وشوية ملح وفلفل أسود، وأكيد نص كوب من الحليب. أنا هنا حليب باودر، ما كان عندي متوفر حليب السائل. ضفت معلقتين حليب باودر أو معلقة يعني حسب اللي متوفر عندكم. تخففون بماي، تضيفون نص كوب من الحليب وتضيفون معاه شوية ملون غذائي ينطينا لون كلش حلو، ونضيف صدر الدجاج ونخلطهم ونحطهم بالثلاجة تقريبا ساعة ساعتين. وإذا ما عندكم وقت أكيد تقدرون تشتغلون بالخلطة مباشرة. شوفوا شلون الشكل. هنا للتغليفة راح أحتاج 3 معالق أو 4 معالق من الطحين، وضفت معاها شوية فلفل أسود مع شوية بابريكا، شوية بهار لحم، شوية ثوم باودر وبصل باودر. وأكيد راح أخلط المكونات كلش زين مثل ما تشوفون لحد ما يمتزج عندي الخليط. يعني لكم حرية الاختيار، إذا عندكم نوع من البهار ما متوفر عادي تقدرون تستغنون عنه، بس يعني إذا متوفر كل اللي قلت لكم عليه
أكيد راح يطلع عندكم الطعم كلش طيب. حاولوا لا تضيفون لا هيل ولا أي شي، لأن ينطينا نكهة مو طيبة بداخل الدجاج. يعني جربت خليت هيل يعني ما حسيت إنه الطعم طغى يعني، أو حتى لو حطيتوا هيل لا تكثرون بيه. بس والله بنات هنا حسيت إن الملقط ما وفى معايا أو ما أعطاني القوام المضبوط للتغليف. لبست الكفوف مثل ما تشوفون وغلفت القطع كلش زين بالطحين. ومن بعد ما كملت الكمية كلها راح أبدي أقلي القطع. هنا عندي النار مثل ما تشوفون على تلهب لهبت عندي النار، تكون النار كلش عالية حتى القطع تمسك نفسها رأسا أو مباشرة. راح أضيف القطع مثل ما تشوفون ترست الطاوة كلش زين. راح أبدي أظل يعني أقلب وأثني بيهم لحد ما ياخذون معايا لون ذهبي كلش حلو. أنا دائما أحب أسوي الريزو بالبيت، يعني الطريقة كلش سهلة لأن ويوفر علينا كثير أكيد من نطلبها من المطعم. وأكيد بنفس الوقت أني ضد إنه الدجاج نستخدمه أو نجيبه من برا، لأن مدة الصلاحية أنا كلش تهمني إنه أشوف الدجاج، يعني حتى قبل لا أشتري صدر الدجاج أو أي لحوم عامة لازم أشوف التاريخ الانتهاء وتاريخ يعني إنتاج. هذا الشي كلش مهم. فحاولوا أنتم يعني سووه بالبيت دائما يكون أطيب وأوفر وأأمن. بس والله مثل ما شفتوا قطعت تقطيعات يعني اللي أنا حابتها مكعبات أو تريدون شرائح، يعني حسب لكم حرية الاختيار. والتمن هنا مثل ما تشوفون كل حبة بحبتها طلعت معايا. وعندنا الثريد، أكيد إحنا العراقيين لازم يعني من الضروريات إنه نثرد بالبامية. فقطعت شوية خبز يعني وخليت البامية بالوجه. وشوف شلون هنا عندي الريزو كمل، بس حبيت انه اخلي شوية صلصة اللي تجي اكيد جاهزة يعني من نشتريها. بس تقدرون تسووها انتم بالبيت لكم حرية الاختيار يعني. وبس والله بنات وصفتنا سهلة كلش اليوم ولذيذة بنفس الوقت، وسفرتنا كملت. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. وشوفوا معايا البامية مستوي واللحم ذايب ذوبان، واحنا أكيد يعني نحب دائما نسويها بالقول تطلع كلش طيبة. حاولوا جربوها تطلع أطيب مما أنكم تسووها بلحم يعني بوحده. هي دائما البامية تحب إنه على قول أو على لحم بعظم. وهنا زي ما تشوفون الريزو هم كمل وكلش لذيذ والكل حبه. وأتمنى إن شاء الله أنكم دائما تجربون وصفاتي وتحبوها. وأحبكم كومو، ولا تنسوا من لايك واشتراك القناة. باي باي.